اذكر الله وصلي على النبي من جوه قلبك كتير. أهلا بيكم في عالم الحقيقة المرعبة. أنتم الآن تتميزون بالحرية الكاملة غير مقيدين. عليكم اصطحاب أغراضكم، لقد اقترب وقت الهبوط. على الجميع الاستعداد للخلود الأبدي، حيث أنه تم مراجعة البيانات وتم فحص الأغراض، ووجد أنها لا تغني ولا تنفع، وأن الجميع على متن الطائرة لا يمتلك الأغراض المطلوبة. قضي الأمر. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أهلا بيكم في عالم الحقيقة المرعبة. أهلا بيكم في عالم حقيقي كله رافض إنه يصدقه، حقيقة ما بعد الموت. وبما إنك وصلت معايا لحد اللحظة دي، معنى كده إنك لسه بتسمعني، فاحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بيه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لك لسانك علشان تذكره بيه، مش عشان توظفه في شركة اسمها النميمة على خلق الله. واعمل حسابك ان الرحلة اللي وصلت فيها ابوك وامك واخوك واختك وصاحبك وجارك لسه ما انتهتش، لسه باقي فيها كتير، والدور عليك. هما بقوا ناسيا منسيا وانت بتلم في اغراض مش هتزكي عنك يوم وصولك. كفن ابيض قماشة تستحي انك تلبسها تروح بيها مشوار والناس يشوفوك، مع انك هتلبسها غصب عنك، والناس اللي كنت خايف انهم يشوفوك هما اللي هيلبسوها لك، لا وكمان هيشيلوك على كتفهم. بس للأسف مش هيستنوا كتير، مع آخر رجل هتسمع خطواتها هتتبدل بخطوات مختلفة، وهيدخل عليك عملك اللي هو أغراضك. وانت وعملك إما وجه قبيح ويفزع، وكل ما تقوله ساعدني يقولك مش قادر، أو ربنا يكرمك ويكرمنا بالوجه الحسن والهيئة القوية اللي هتكون أقوى سلاح ليك في اللحظة دي. وخلي بالك إن تذكرة رحلتك في الدنيا مدفوع أجرها مقدما، لكن للأسف مش مكتوب فيها ميعاد المغادرة اللي هتغادر فيه. ما تأجلش حصاد أغراضك، ابدأ من دلوقتي واجمع أهم سلاح لأهم يوم اتولدت علشانه. احسن الوضوء وصلي بخشوع وتطوع في سبيل الله للأعمال الخيرية، ولو بنصيحة تفيد بيها غيرك. مشتهيات الدنيا كلها مبنية على باطل. عمرك شفت حد بيموت مرتين؟ أهو أنت كده ميت عن الحق والحقيقة. والمصيبة الأكبر إنك هتموت قبل ما تعرف أي حاجة عنهم.
اترك كل شيء واستغفر ربنا، ولو عليك فرض ما تأجلهوش، صلي قبل أن يصلي عليك.